في فيديوهات بعملها عشان في ناس بتقول لي انت اللي قايل لنا كده. الست، اي ست متجوزه ما تتطلقش او ما تخربش على بيتها. الناس فهمت عكس. انا قلت في فيديو فات، اللي مش عاجبك العلاقه سيبيه. انا قلت العلاقه، هم جمعوا بقى العلاقه كان في الجواز او العلاقه هم بيحبوا بعض. هم ما فهموش. هم ادام ما بحبهاش يبقى طلقها. انا بتكلم في العلاقه اللي بادئ العلاقه عشان الناس تفهم. ما تقولش انت اللي قلت وانا عملت ده زي ما انت بتقول بالظبط، لا. انا ما بحبش خراب البيوت. لو عندك عيل ولا عيلين انا ما بحبش خراب البيوت، عشان بيمر حالات قدامي والله العظيم. الولد، يعني الاتنين متجوزين وبعيد عن بعض، العيال بقى اللي في النص والله العظيم وبدون حلفان بيعيطوا كده، بيصعبوا عليا. ليه يا ابني انت بتعيط ليه؟ يقول لي امي وابويا بعيد عن بعض وانا مش عارف اعمل ايه، ومش عارف اقعد مع ده ولا ده، ومش عارف حتى لما حد يقول لي فين ابوك ولا فين امك واقول له بعيد عن بعض. صدقوني والله المشاكل بتقع فيها الصغيرين مش الكبار. الكبار كل واحد بيشوف حياته، كل واحد بيشوف مستقبله. الست عايزه تتجوز، الراجل عايز يتجوز، وفي الاخر العيال هي اللي بتشيل الليله. كان ممكن تربيه، كاصحاب، كاهل، ك... كاحترام، حاجات كتير. لما الراجل والست يكونوا متجمعين ويطلعوا الذريه الصالحه، الذريه اللي يفتخروا بيها. مش كل واحد يشوف نفسه ويطنش لعياله. لو انت عايز تشوف نفسك وتطنش لعيالك بلاش تتجوز وتجيب عيال. بلاش. بلاش، عشان اللي انت بتعمله ده انت بتظلم عيالك. كابنك صغير كابنك كبير بتظلمه. ما تقولش اللي انا بصرف عليه وبديله مصاريف، مش كل حاجه الفلوس. عشان في ناس فاكره ان كل حاجه في الدنيا الفلوس. الفلوس كوسيله، كلنا عارفين كده، وفي ناس مش عارفه كده. هو فكر الفلوس كل حاجه، بس صدقني والله الفلوس كوسيله. في ناس معاها فلوس ومش لاقي حنيه الاب وحنيه الام. حنيه الاب والام حاجه كبيره قوي، فوق الفلوس وفوق ما تتخيل. الاحساس اللي ابنك في حضنك بين ام وابوه حاجه تانية خالص. حاجه ما يعرفهاش الا اللي بعيد عنها، حاجه ما يعرفهاش الا اللي جرب لها. ما تجيش تقول لي انت جربت وما جربتش. مش هقول لك انا جربت ولا ما جربتش. البيوت اسرار. احلى مسا عليك. يا ريت تفهموا كلامي كويس.